عاوزة تسيّحي الزبدة البلدي وخايفة تتحرق منِّك أو خايفة إن هي لونها يغمق، تعالي معايا في الفيديو ده هاشرح لِك إزاي نسيّحها مع بعض بكل بساطة. شايفين الزبدة دي زبدة بلدي البيضا مش الصفرا، هي بس عشان لسه ما جمدتش فهي لسه لونها مدي على الخضار ده، فده السمنة الطبيعية البلدي اللي هي على أصولها، ودي طبعًا المُرطة بتاعتها اللي كلنا بنعشقها. طبعًا ما فيش حد يختلف في حُب المُرطة دي. تعالوا بقى نشوف كده الزبدة بنسيحها إزاي. طبعًا الزبدة دي أنا جايباها من بيت فلاحين موثوق منهم، بس دي بقى واحدة رايقة عاملة الزبدة صوابع كده عاملة زي صابع كفتة الرز. صباع قد صباع كفتة الرز بدون مبالغة يعني، ورصّهم الرصّة دي، على فكرة دول مجمدين، يعني يتحطّوا في الفريزر شوية عشان طبعًا على ما استلمهم ما يجرالهمش حاجة. شايفين هي زبدة بيضا أهي، هنحطها على النار، هنخلّي النار في الأول خالص عالية شوية بتاع 5 دقايق كده، وبعد كده هنوطّي النار ونسيبها بقى تسيح براحتها بالشكل ده كده. طبعًا ما تقعديش وتسيبي الزبدة، يعني اعملي الزبدة دي كده وأنتِ تكوني مثلًا واقفة جنبها كده بتغسلي مواعين، بتروّقي المطبخ وعينيكِ عليها، أهم حاجة. هنحطها كده بالشكل ده، الحلة تكون كبيرة شوية عشان ما تفورش وتتدلق على البوتاجاز. هنيجي نغطّي غطا الحلة كده يا دوب هنسيب بس كده إيه فتحة تهوية كده، ونغطّي الحلة عشان ما فيش حاجة بس تُقع في الزبدة من الجو يعني. وبعد كده كل شوية نبُص عليها، هنحط لها بقى مَضّ حافظة معلقة ممسوحة صغيرة خالص ملح، دول 2 كيلو من الزبدة، هنحط لهم معلقة ممسوحة ملح. الملح ده هيحفظ الزبدة ما يخليهاش يجرى لها حاجة، حتى لو حطيتيها على الرخامة ما حطيتيهاش في التلاجة مش هيجرى لها أي حاجة خالص، بس أهم حاجة نكون سيّحنا الزبدة صح. كل شوية هنبُص عليها كده وندّيها تقليبة. وعايزة أقول لكم معلومة كمان حلوة جدًا مش كل الناس تعرفها أو في ناس كتير تعرفها، إن إحنا سيّحي الزبدة في حلة ألمونيوم. هتقولي لي ليه في حلة ألمونيوم ليه مش حلة جرانيت أو سيراميك أو stainless؟ عشان السيراميك والstainless والألمونيوم والتيفال والحاجات دي بتحتفظ بدرجة الحرارة شوية حلوين يعني، فإحنا عايزين أول ما نطفي على الزبدة فالحلة تبرد على طول، مش عايزين الزبدة تغمق ولا تتحرق. فاهمين قصدي؟ الألمونيا بتبرد بسرعة. هنفضل بقى كل شوية نبُص عليها بالشكل ده كده، لغاية لمّا المُرطة تبان بالشكل ده، تحسّوا بقى إن السمنة خلاص ساحت بقت سمنة قدّامنا أهي، مش زبدة، راقت خالص المُرطة باينة من قاع الحلة من تحت. أول ما نشوف كده اللون البني الخفيف ده، كده خلاص إحنا عرفنا إن الزبدة خلاص اتسيّحت وبقت زي الفل. أهم حاجة مش عايزينها تغمق مننا. أول ما تبقى باللون ده كده والمرطة بانت من تحت، هنروح طافيين النار ونسيبها تهدى شوية، وبعد كده عبيها في برطمانات في علب زي ما تحبي. حابة تحطيها على الرخامة مش هيجرى لها أي حاجة خالص لغاية لما تخلص، حابة تحطيها في التلاجة مفيش أي مشكلة برضه. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بصوا بقى المرطة أنا بعشقها، مرضتش أغمقها أكتر من كده عشان طبعًا ما تبقاش محروقة وناكلها، وبألف هنا وشفا على قلوبكم، مع السلامة.